السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أمارات قلبي يا صحبة الجنة؟ يلا معانا شوية مشتريات حلوين جدا جدا، برضو هنفرز منهم لشهر رمضان 2023. ويلا تجهيزات رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وكمان هنشوف مع بعض جزء من تفريزات رمضان، ما احنا هنمشي يومنا وهتشوفوا اليوم هيمشي ازاي وهيكون معانا بركة ازاي. ويلا ادخلوا الفيديو. وقبل ما تدخلي الفيديو بالله عليكي حطي لايك يا قمرايه، اللايك بيرفع الفيديو. وجددي النيه جبر خاطر، جزاكم الله خيرا. واللي اول مره تشوفني يا ريت تضغط على كلمه اشتراك اللي بلون الطماطم القمر اللي هناك دي، وتضغط على زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد يا ست الكل ان شاء الله. وامان عليكم لو ان شاء الله ليا قبول عندكم، يا ريت تقعدوا كام دقيقه كده في الفيديو، جزاكم الله خيرا. يلا بينا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني 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 يا حبايب هنا، بحبكم بحبكم بحبكم، وفرحانه جدا 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 بان صحبتنا في الجنه ان شاء الله عماله تزيد الايام دي. وباذن الله كل حد بيدخل كده وفرحان بالاذكار اللي احنا بنقولها هينضم لعيلتنا وهينضم لصحبتنا في الجنه ان شاء الله، وهيزرع معانا كل فيديو نخله في الجنه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه يا هنا ورايحه فين وجايه منين؟ كل مره بقول لكم الكلمه دي، هعرفكم انا رايحه فين وجايه منين. زوجي ربنا يبارك له ويديله الصحه، هو وجميع ازواجكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزقنا البركه ويرزق ازواجنا البركه في الرزق، اللهم امين يا رب العالمين. كل زوج سعى على رزقه ورزق اولاده، وربنا يكرمه ويديله البركه في رزقه ويعينه. هو بيسعى وان شاء الله ربنا هيبارك له في رزقه، وان شاء الله البيت هيبقى كله بركه وخير باذن الله. البركه بنجيبها منين؟ زي كل مره، اللي اول مره يبقى معايا هنعرف هنجيب البركه منين. اول حاجه صلاتنا الصباحيه ودعائنا التحصيني والصلاه على اوقاتها يا بنات. هفضل اقول كل مره الصلاه على وقتها بتدي بركه في يومك كله. نصلي الصلاه على وقتها ونحسن الظن في الله، ويكون عندنا يقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعد وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. يلا نشوف بقى الخضار راح لفين وجاي منين. والحمد لله اللهم لك الحمد. صدقوني يا بنات طول ما اذكارك ملازماكي والله والله بركه ربنا هتكون معاكي، ده اليقين في الله ما شاء الله. طول ما لسانك بيذكر هتلاقي كل البركه حواليك في كل خير انت بتجيبيه. يلا يا رغايه يا هنا قولي لنا جبتي ايه؟ جبت طماطم يا حبايب هنا ما شاء الله، دي تفاح مش طماطم زي ما انتم شايفين. اللهم بارك اللهم بارك. النوع ده حلو قوي يا بنات، مش المدوره بيكون فيها بذر من جوه وفيها ميه، لكن النوع ده ما شاء الله لما تيجي تقطعيها هتلاقي البذور حاجه قليله ويمكن كمان مش موجوده ومش فيها ميه كتير، يعني ما شاء الله بتطلع معاكي صلصه حلوه جدا ولونها احمر قوي. بكام دي يا هنا؟ الكيلو ب6 جنيه. انا جبت 2 كيلو ونص ب 15 جنيه. تمام كده، 2 كيلو ونص ب 15 جنيه، بركه ونعمه من عند ربنا. والبطاطس القمر اللي انتوا عارفينها، البطاطس الخشنه دي يا بنات، على قد ما تقدري تجيبي البطاطس تحسي ان هي خشنه كده ما شاء الله. كل ما تلاقيها خشنه كده كل ما تعرفي ان هي هتبقى من جوه مرمله وجميله. لما تيجي تطبخيها او تيجي تقليها تحسيها من جوه كده ايه، بتدوب دوبان كده. دي الكيلو برده ب6 جنيه. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. انا مش عارفه دول كام كيلو بالظبط، بس هو الكيلو كان 6 جنيه. الله المستعان يا رب، عشان زوجي كان معايا هو اللي كان بيحاسب ساعات انا حاسب ساعات هو، على حسب يعني. جبنا خيار كمان يا بنات. الخيار ما شاء الله تبارك الله الكيلو ب10 جنيه. انا جبت نص كيلو بس. خلي عندك بركه، هيبقى عندك نص كيلو بس عندك البركه كلها، احسن ما يكون ما عندكيش خالص. اوعي تقولي الحاجه غاليه ومش هقدر اجيب لان مش معايا اجيب كيلو. هاتي نص كيلو ربنا هيديكي بركه الكيلو، هاتي ربع كيلو ربنا هيديكي بركه الكيلو، هاتي على قد ما تقدري، المهم يكون عندك النوع موجود. ما دام النوع موجود ربنا هيبارك لك فيه وهيزيد في ايديكي ان شاء الله. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت فلفل يا حبايب هنا. زي ما انتم عارفين الفلفل ده اساسي معانا. الفلفل ده ما شاء الله النوع ده الكبير ده بيكون فلفل بارد، بيكون حلو قوي قوي ما شاء الله. الكيلو منه ب10 جنيه. انا جبت نص كيلو ب5 ما شاء الله. شوفوا حلو ازاي. النوع ده بارد بنحتاجه طبعا علشان بنقليه او بنحطه مع الكبده لو هحط كميه كبيره، لكن لو هحط حاجه بسيطه كده مع الاكل النوع ده بيكون رفيع شويه، ده بيكون حراق. شوفي الفرق بين ده وده، شوفي ده كبير ازاي لكن ده رفيع شويه، ده بيحار شويه. فطبعا بيقعد عندي كتير النص كيلو، باخد منه حته صغنططه كده وبخلي الباقي معايا في التلاجة فضل ونعمه من عند ربنا. يبقى انا جبت كيلو ب10 جنيه، جبت نص بارد ونص حار. هتكملي يا هنا؟ هكمل يا حبايب هنا، بس تعالوا ندي البركه ليومنا ولدنيتنا والفيديو بتاعنا ان شاء الله. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. استغفر الله الذي
الذي لا اله الا هو الحي القيوم. قولوا الاذكار وانتم مستشعرينها. والله يا بنات لو حافظه حتى ذكر واحد، ولو ذكر واحد ردديه طول اليوم، لو عندك هتقولي طول اليوم لا حول ولا قوه الا بالله. ابسط حاجه واجمل حاجه واجرها مضاعف مضاعف مضاعف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلي النصيب الاكبر للصلاه على النبي في يومك، خلي النصيب الاكبر للاستغفار عشان نجلي القلوب كده وندخل بقى على الايام اللي احنا داخلين عليها القمر دي، الايام اللي كلها بركه، ايام كلها حماس، ايام كلها طاقه ايجابيه. طاقه ايجابيه لايه؟ احنا بناخد طاقه ايجابيه عشان نقوم ننظف البيت وعلشان نقوم نرتب، فالروتين بيدينا طاقه، لكن احنا بنشحن قلوبنا بالطاقه الايجابيه، بنشحن قلوبنا بالحسنات وبالاجر وبالطاعات. يا بنات هحكي لكم موقف حلو جدا جدا حصل معايا النهارده في الشغل، لان انا لسه بلبس الشغل اهو زي ما انتم شايفين، ما غيرتش حاجه ابدا. ولا هيسالوني دايما يا بنات ايه اللي في ايديك دي يا هنا؟ دي الساعه طبعا بتاعتي. دي ايه يا هنا؟ دي كان ابني ربنا يبارك لي في عمره يا رب، قبل ما يسافر كان لابسها في ايديه وسابها، فانا من يوم ما سافر وهي في ايديا، حاسه ان انا شايفاه فيها وهو في ايديا، عمري ما هقلعها من ايدي طول ما هو مسافر. عايز يرجع ياخدها بقى او يسيبها لي، دي حاجه ترجع له، بس هي في ايده طول الوقت وهتشوفوها معايا. ربنا يا رب يبارك له في رزقه ويسترها عليه في غربته واللي زيه، اللهم امين يا رب العالمين، وعلى اولادكم جميعا، وتفرحوا باولادكم كلكم. هتقولي لنا الموقف يا هنا؟ هقول لكم طبعا الموقف يا حبايب هنا. يلا بس نقول بقيه الاسعار وبعد كده نرغي مع بعض حبتين ثلاثه. جبت ايه يا هنا؟ جبت جزر الكيلو ربع ب5 يا بنات. بصراحه والله يا بنات ما شاء الله اللهم بارك، هو كان كتير عن كده بس الولاد ربنا يصلح حالهم، كل واحد خد له جزرتين قشرهم بالقشره بتاعه البطاطس، واجري اجري بره على المطبخ على طول. ربنا يا رب يبارك لي فيهم هم وجميع اموات المسلمين ويرزق كل مشتاق، اللهم امين. جبت كمان الجزر ده زي ما انتم شايفين. جبت خضره كمان ما شاء الله تبارك الله. انا عندي الخضره بتاعه الكرنب موجوده جاهزه في الفريزر، لكن دول بقدونس بس، شايفين بقدونس بس علشان عايزين نعمل سلطه، بقالنا كتير ما كناش سلطه. عندنا طماطم حلوه وعندنا فلفل وعندنا خيار وعندنا جزر وعندنا خضره عشان نعمل احلى طبق سلطه. ويلا القنبله الكبيره يا بنات، الكرنبه القمر دي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله دي بركه في الرزق، الحمد لله اللهم لك الحمد. هي صغنططه مش كبيره قوي بس الحمد لله حلوه. بكام يا هنا؟ دي ب5 جنيه. الحمد لله على كل حال، بركه بركه بركه. هنعمل منها غدوايه كده وهنفرز منها حبه كمان، وان شاء الله البركه ماشيه معانا باذن الله. ايه الموقف اللي حصل لك يا هنا؟ يلا احكي لنا على طول. هحكي لكم يا حبايب هنا، بس واحنا بنعمل ايه؟ واحنا بنبص هنا كده فوق كده وعينينا تطلع نقول الصلاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول لا حول ولا قوه الا بالله. خلي الاذكار محوطاكي في كل مكان. خلي بقى لون الخضره القمر دي، وتعالوا نحكي اللي حصل لي النهارده. حصل ايه؟ شوفوا يا بنات، انا والله العظيم انا كنت قاعده في شغلي عادي جدا 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 فوق ما تتخيلوا. بعدين اللي هي بتبيع المكرونه اللي قلت لكم عليها دي كانت جابت كميه من المكرونه قبل انا ما اوصل الشغل، فاصحابي قسموها على بعض وبعدين شالوا لي انا 5 اكياس مكرونه. فقلت الحمد لله دي بركه في الرزق، انا ما كنتش موجوده بس ربنا كان كاتب لي الرزق، فعايزه احط ال5 اكياس مكرونه دول في كيس. فطلعت بره اسال زمايلي اللي في البنك الدم اللي جنبنا او كده، يعني لو حد عنده كيس فاضي عشان احط فيه اكياس المكرونه، فما لقيتش حد موجود علشان اساله. فلقيت قدرا ست كبيره ربنا يا رب يديها الصحه وطولة العمر بتقول لي يا بنتي عايزه اصرف حقن الانسولين، بتقول لي عايزه اجيب حقن الانسولين. فانا تخيلتها ان عايزاني اديها حقنه، فبقول لها والله يا امي انا بسحب عينات بس لكن مش بعرف ادي حقن الانسولين تحت الجلد، معلش روحي الاستقبال وهم هيدوكوا الحقنه. قالت لي لا يا بنتي انا عايزه اصرف العلاج ده علشان مش موجود على نفقه الدوله، فقالوا له اصرفيه من العياده الخارجيه. قلت لها طب يا امي اديني تذكره واقعدي هنا استريحي وانا هرجع لك تاني. فرحت بتاع ده الصيدليه الخارجيه، قالوا لي لا مش متوفر في الصيدليه الخارجيه بس ممكن تروحي المخزن، هما في المخزن ممكن يصرفوكي ويدوكي الانسولين ده. رحت المخزن فلقيت الموظف الموجود يعني الحمد لله ربنا يبارك له يا رب، كان ربنا مسخره وجاب لي الانسولين بتاعها بالتذكره نفسها. ولما رحت اديته لها فضلت تدعي لي كتير جدا يا بنات. انا عايزه اوريكم من الموقف ده ان ربنا كاتب لي انا الاجر ده مش كاتبه لحد تاني. الست دي كان ممكن تروح على الصيدليه، كان ممكن يقولوا لها لا العلاج مش موجود وتمشي، ربنا سخرني ليها، ربنا قومني من مكاني من على الكرسي بتاعي علشان ادور على كيس علشان اقابلها، عشان ربنا يجعلني سبب ليها واصرف لها العلاج اللي هي فعلا محتاجاه. لا تتخيلوا فرحتي
بوست على راسها من فرحتي بيها. عايزه اقول لها يا امي انت هديتيني، انت اديتيني اجر، انت اديتيني جبر خاطر، انت اديتيني كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يا بنات يا بنات، هفضل اقول لكم دايما ربنا بيبعت لنا رسائل بس احنا نفتحها ونقراها. زي ما ربنا سخر لي زميلتي اللي ما شاء الله رحت اشتريت منها كل المشتريات اللي انتوا شفتوها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، زي ما ربنا سخرني للست دي، انا كنت فرحانه جدا ان ربنا جعلني سبب، ان انا مش اي حد تاني من زمايلي، انا اللي قمت في الوقت ده، وانا اللي ربنا جعل لي الاجر ده من نصيبي انا. استحضروا النيه في كل حاجه، اجبروا الخاطر على قد ما تقدروا. انتوا ممكن يعني سبحان الله عشان نيتك من جوه انك عايزه تجبري خاطر، عشان نيتك من جوه انت طالعه من بيتك عايزه تعملي اجر على قد ما تقدري، هتلاقي ربنا سبحان الله علشان هو ربنا بيحبك هيسوق لك الخير، هيسوق لك الطاعه. انت دلوقتي هتاخدي اجر جبر الخاطر ازاي وانت قاعده في مكانك؟ ربنا هيقومك كده من مكانك علشان جبر الخاطر مستنيكي، ومستنيكي منين؟ من ربنا عز وجل. والله الموقف ده انا بحكيه، او المواقف دي انا بحكيها يا بنات علشان كلنا كده ان شاء الله يعني ناخد من بعض حماس وطاقه ايجابيه، وان فعلا ممكن من حاجه بسيطه ناخد اجر. الاجر بالنيه، لو نويت انك تعملي اجر ربنا هيجيب لك الاجر لحد عندك وهيسخره لك. لو حابين دايما احكي لكم كل المواقف اللي بتحصل معايا كده قولوا لي، لو مش حابين قولوا لي بطلي رغي يا هنا وخليكي في الفيديو بتاعك يا هنا وكفايه بقى سهاري. بس انا ما اقدرش اخلي الفيديو بتاعي غير لما اقول اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا، ربنا يرزقكم ذريه عاجلا غير اجل، ربنا يجبر بخاطركم بحق الايام دي، ربنا يجبر بخاطركم جبرا يتعجب له اهل الارض والسماء، انتوا كل مشتاق، اللهم امين. اللهم فرج كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. اقول لكم ايه، اقول لكم فرحانه جدا ان انا دايما معاكم الايام دي، ربنا يعيني ويقويني واقدر ان انا اكون معاكم باذن الله بفيديوهات على طول، ما اتاخرش عليكم. ادعوا لي ادعوا لي ربنا يديني الهمه والعزيمه كده، وان شاء الله ابقى معاكم دايما الايام دي، وباذن الله هحاول اطلع بس معاكم. وزي ما قلت لكم يا حبايب هنا، انا الرقم بتاع الواتس عملت واتس الحمد لله للقناه على لمحه في القناه كده، هتضغطي تحت القناه هتلاقي قسم اسمه لمحه، هتلاقوا رقم الواتس موجود لاي حد حابب يتواصل معايا على الخاص، من عينيا الاثنين. حابه حد يحكي معايا، حابه حد يتكلم معايا، ان شاء الله باذن الله الواتس ده شغال على القناه باذن الله، واللي عايز اي حاجه يبعت لي ويسالني وانا من عينيا الاثنين اجاوبه باذن الله. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي هنا ويديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم بحبكم بحبكم، استودعكم الله.